ووفقا لشبكة ريليفو الإسبانية، عانى اللاعب الألماني من بعض الآلام بعد الكلاسيكو، وقد خضع الاثنين الماضي لفحوصات طبية في المدينة الرياضية لريال مدريد، والتي استبعدت معاناته من أي إصابة. وأشارت إلى أن روديجر كان مستعد لخوض مواجهة في لانسيا هذا الأسبوع قبل أن تأجل، ورغم ذلك هناك تخوف في ريال مدريد من ركبة للاعب الألماني. وبلغ روديجر 31 عاما، ورغم ذلك يعد للاعب الأكثر مشاركة في صفوف ريال مدريد في الموسم الماضي بسبب إصابة إيدير ميليتا وديفيد ليب. وأوضحت أن ريال مدريد كان يخط هذا الموسم لمنح فترات راحة أكبر روديجر، لكن تغيرت الخطة بسبب فشل صفقة ليني يورو ورحيل ناتشو وتباطؤ تعافي ألابا والإصابة المؤسفة لخوان مارتينيز الصليبي. وكشفت الشبكة الإسبانية أن قلق ريال مدريد من ركبة روديجر يعود إلى سجل إصاباته، حيث عانى اللاعب الألماني من 5